لو بتربوا فراخ أو ناويين تبدأوا مشروع تربية الفراخ أو حتى بتربوا الفراخ للبيت، عايزاكم بس تخلّي بالكم علشان في شوية أخطاء كده كارثية قاتلة ممكن تخسّرك كل حاجة من أول أسبوع. طبعًا للأسف في ناس كتيرة بتبتدي كده وتجيب الكتاكيت وهي لسه يعني بالنسبة يعني للناس المبتدئة، الكلام ده طبعًا للناس المبتدئة، الناس الخبرة طبعًا يعني يفيدونا طبعًا بخبراتهم يعني في التعليقات، لكن الناس المبتدئة بتبتدي تجيب الكتاكيت وممكن بعد كام يوم كده بتلاقي الكتاكيت بتبتدي تموت طبعًا معاكم واحدة ورا التانية، تبتدوا كده تسألوا نفسكم طب إيه اللي حصل؟ طب الكتاكيت دي ماتت من إيه؟ طب هل أنا وقعت مثلًا في أخطاء أو في أي حاجة؟ فعايزة أقول لكم إن أنا نَفْسي في البداية خالص يعني من سنين طبعًا وقعت برضه في الأخطاء دي، لكن طبعًا بعد التجارب وبعد الخبرة وبعد ما عرفت كل حاجة، حبّيت النهارده إن أنا أقول لكم على يعني أهم تقريبًا كده 5 أخطاء ممكن تكون كارثية وقاتلة في تربية الفراخ، هي اللي ممكن تدمّر لو أنتم عاملينه كمشروع فممكن تدمّر المشروع من غير ما تاخدوا بالكم، أو حتى لو أنتم مربيين للبيت فممكن تقضي على الفراخ اللي أنتم جبتوها أو الكتاكيت اللي أنتم جبتوها دي بمنتهى السهولة. وطبعًا أنتم عارفين الحاجة دلوقتي بتكلّف، الكتاكيت سعرها غِلي، وكمان الأعلاف سعرها غِلي، فمش هنكلّف ونيجي بقى يعني بعد ما ندفع تَمَن الكتاكيت نلاقي كده بعد أول أسبوع أو بعد 10 أيام نلاقي الكتاكيت عمّالة تموت مننا واحد ورا التاني. فركّزوا معايا كده للنهاية عشان فيديو النهارده إن شاء الله هيكون فيه معلومات هتفيدكم جدًا، جدًا في تربية الفراخ، وعشان تتجنبوا طبعًا الحاجات اللي أنا باقولها لكم دي. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إزيكم عاملين إيه؟ يا رب تكونوا في خير وتكونوا في أحسن حال. نبتدي الأول كده نصلّي على الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. خلّينا نتكلم على أول حاجة وأول خطأ ويعتبر حاجة خطيرة جدًا بتموّت الكتاكيت وهي التدفئة الغلط. يعني إيه التدفئة الغلط؟ الكتكوت الصغير ده بيكون كتكوت حساس جدًا للحرارة أو كمان حساس جدًا للبرد الشديد، يعني لو في برد شديد هتلاقيه عمّال يترعش وهيموت، ولو الحرارة عالية عليه فبرضه هو هيتعب وهيموت، فما ينفعش لا إحنا نعلّي الحرارة أوي عليه ولا إن إحنا نخلّي الجو عنده يكون برد، يعني لازم نحافظ على درجة الحرارة المناسبة، ودي طبعًا يعني أهم حاجة وأول حاجة في التربية هي التدفئة، وندفّي المكان من قبل ما الكتاكيت توصل في المكان، يعني لازم الكتاكيت توصل يكون المكان دافي بدرجة الحرارة اللي هي بتكون ما بين 33 ل35 درجة في أول أسبوع. في ترمومتر بنشتريه من عند الصيدلية البيطرية أو حتى من عند المكاتب اللي هي بتبيع الكتاكيت أو المحلات اللي بتبيع الكتاكيت بيكون عندهم الترمومتر ده، نعلّق الترمومتر ونعرف درجة الحرارة بتاعتنا نضبطها تبقى 33، 35 من قبل ما الكتاكيت بتاعتنا توصل يبقى كده درجة الحرارة بتاعتهم مناسبة، نبتدي نقللها تدريجيًا كل أسبوع درجتين. كمان نخلّي بالنا من توزيع درجة الحرارة في المكان، يعني إيه؟ يعني لو الكتاكيت لقيناها كده إحنا كده بعينينا، هاقول لكم على حاجة، لو حتى ما فيش ترمومتر وما عرفتوش تشتروا ترمومتر فما فيش مشكلة، ناخد بالنا ونراقب ونتابع الكتاكيت بتاعتنا، مش نحطهم وخلاص، لو لقينا إن الكتاكيت متجمّعة كلّها تحت مصدر الدفا، سواء كانت لمبة أو سواء كانت دفاية، قريبين من الدفاية ومتجمّعين في جنب واحد، ده معناه إن التدفئة دي مش متوزّعة صح، معناه إن هُم بردانين، يبقى لازم نبتدي نزوّد التدفئة أو إن إحنا نزوّد اللمبات اللي هي بتصدّر لنا الحرارة دي في المكان. أمّا مثلًا لو لقيناهم إن هُم بعيد خالص عن مصدر التدفئة ومتجمّعين جنب الحيطة أو لو في بطارية في على جوانب كده البطارية، يبقى ده معناها إن درجة الحرارة عالية شوية نبتدي ننزّلها، طبعًا ده في حالة زي ما قُلت لكم كده إن إحنا لو ما عندناش الترمومتر بتاعنا. طيب بالنسبة بقى لتاني حاجة، الخطأ التاني هي التهوية. يعني المعادلة الصعبة دايمًا في التربية هي التدفئة والتهوية، يبقى الخطأ التاني هو التهوية السيئة، لإن ناس كتيرة بتقفّل أوي عليهم لو هي مربية في أوضة أو مربية في بطارية أو مربية في عِشّة أو حتى في عنبر، بيقفلوا عليهم كويس أوي ونقول عشان خاطر إن ده في الفراخ، وعلى فكرة أغلبية دلوقتي يعني الستات في البيت بتشتري الناس اللي لسه يعني ما عندهاش مكان بتشتري وبتربي في كرتونة وتقفل عليها الكرتونة كويس أوي وتقول علشان إيه، أنا شُفتها ده كتير جدًا، ناس كتيرة جدًا كانت بتبعت تقول كده وبتدفّي علشان تدفّي يعني الفراخ، لكن بينسوا إن الفرخ بيحتاج أكسجين، يعني الكتكوت ده برضه بيحتاج أكسجين، فلو المكان ما فيهوش تهوية كفاية، الأمونيا طبعًا هتزيد والفراخ هتتعب وهتموت برضه بسرعة. يبقى الحل إن إحنا يكون في منفذ تهوية كويس، لكن برضه أهم حاجة إنه ما يكونش في تيارات هوا مباشرة على الفراخ، يعني بنفتح لو في أوضة هنفتح شباك قبلي بعد أول كام يوم كده، لو مثلًا إحنا بنربي في بطارية مش هنقفّل عليها كلّها لو هي مفتّحة، لو بنربي في عِشّة نفس الحكاية، لازم هنسيب لهم جزء كده صغير للتدفئة، ولو في مراوح أو شفاط لو المكان مقفول بقى خالص وما فيهوش شبابيك أو حاجة زي كده، يبقى لو في شفاط ممكن نفتح الشفاط، طبعًا ده إيه، ده أسلم حاجة بالنسبة لموضوع التهوية.
عندنا في حاجة كمان ممكن برضه من الأخطاء اللي إحنا بنعملها هو العلف السيء، أو إن إحنا نغيّر العلف فجأة. يعني إيه؟ يعني في ناس بتجيب أعلاف بتبقى أعلاف سوقية، أو في ناس دلوقتي بتبيع علف رخيص، وأنا دايمًا في كل فيديو والله العظيم بأكد على موضوع العلف. العلف مهم جدًا، جدًا بجد يا جماعة، لإن في حاجة اسمها سموم بتبقى منتشرة في الأعلاف الرديئة دي، اللي هي الأعلاف السوقية، بتخلّي الفراخ ضعيفة، بتزوّد من السموم عندهم، فممكن فجأة تلاقي الفرخ مات، ما بتزوّدش الوزن، فهيقعدوا ياكلوا، هتبقوا أنتم دفعتوا في العلف ودفعتوا في الكتاكيت والكهربا والنشارة يعني مصاريف زي ما أنتم فاهمين، وفي الآخر بسبب علف مش كويس هتلاقي الفراخ ما بتكبرش، أو الفراخ ممكن لا قدّر الله كده تلاقيها تموت. وفي نفس الوقت برضه حتّة إن إحنا ممكن نغيّر العلف فجأة، يعني ممكن نغيّر من شركة لشركة، فده بيعمل لهم برضه مشاكل في الهضم، أو بيعمل لهم السموم. وبرضه ممكن لو غيّرنا العلف فجأة تلاقي الفراخ برضه ما بتاكلش ورافضة إن هي تاكل، وبرضه تبتدي كده يعني إنها تضعف. فإحنا لو هنغيّر العلف، أولًا لو هنغيّر العلف من شركة لشركة يبقى لازم نحط مضاد سموم، أو إن إحنا نحط خل في المَيّة، لكن الأحسن إن إحنا نحط مضاد سموم. لمّا نيجي نغيّر بقى العلف من مرحلة لمرحلة، يعني مثلًا من بادي لنامي، هنبتدي نغيّره بالتدريج. خلال 3 ل5 أيام كده بنخلّط الاتنين على بعض عشان الفراخ تبتدي تتعوّد عليه، وفي نفس الوقت إحنا ممكن نحط ساعتها خل في المَيّة، الخل البيتي اللي هو العادي ده، عشان نعمل حاجة اسمها مضاد سموم. لو إحنا مش هنشتري مضاد سموم من الصيدلية البيطرية، يعني بنوفّر شوية في المصاريف، فهنحط 10 سنتي من الخل البيت على المَيّة علشان نتجنب موضوع السموم اللي بتحصل للفراخ من العلف. خلّينا نقول بقى بعد كده كمان على أهمية المَيّة والسقايات والنضافة. النضافة ثم النضافة يا جماعة، النضافة ثم النضافة. يعني المَيّة ما ينفعش تكون ملوثة ويكونوا هم عاملين فيها فضلات ونزل فيها الفضلات بتاعتهم، بتعمل لهم أمراض كتيرة جدًا، جدًا. أو إن إحنا نُسهى عليهم إنه ما يكونش موجود في مَيّة، لأ، لازم شُرب المَيّة علشان يعرفوا ياكلوا علف، وعلشان يبتدوا يكبروا وتكون صحتهم كويسة. فيبقى لو المَيّة دي ملوثة أو تكون فيها بكتيريا، الأمراض هتبتدي تنتشر عندهم بسرعة. طب الحل إيه في الموضوع ده؟ طبعًا إن إحنا نستخدم مَيّة نضيفة كل يوم، ننضّف السقايات باستمرار، نغسل السقايات، ممكن كمان نضيف خل تفاح اللي هو 1 سنتي مثلًا لكل لتر مَيّة، عشان ده بيعقّم الجهاز الهضمي اللي موجود عند الفراخ. عندنا بقى كمان في حاجة كمان وهو الزحمة. يعني إيه الزحمة؟ يعني في فراخ كتيرة ممكن تموت فوق بعضها من الزحمة. نحط عدد كبير جدًا في مكان صغير، لأ هو مش بكتر الفراخ وتلاقي الفراخ عمّالة تدوس على بعضها والكتاكيت تلزق في بعضها وتعرق، وأنتم عارفين لو عرقت بتعمل يعني بتبقى ساردة ما بتكبرش، وفي نفس الوقت ممكن في كتاكيت على فكرة وفراخ بيموتوا بعض من كتر الزحمة. فأكبر غلطة الناس بتعملها هي بتعمل زحمة أو تكدُّس. لو الفراخ عددها كبير في مساحة صغيرة، هتلاقيها دايمًا بتتخانق وتزيد نسبة النافق ومعدل النمو بتاعها بيقل. جرّبوا كده لو أنتم حطيتوا الفراخ واخدة براحها شوية، هتلاقيها وزنها بيكبر أكتر من الفراخ اللي أنتم مكدّسينها أو مزوّدين أوي العدد في المكان. الفراخ ما بتكبرش والله العظيم عن تجربة يا جماعة الكلام ده، ما بتدّيكيش أبدًا، أبدًا، أبدًا الوزن اللي أنتِ عايزاه. يبقى الحل نعمل إيه؟ نخلّينا فاكرين كده القاعدة اللي بتقول إن لكل 10 فراخ يكون عندهم متر مربع، يعني كل متر مربع ده على الأرض طبعًا المساحة الأرضية بتاخد 10 فراخ. لو إحنا هنربي ببطارية، البطارية بتكون عرض متر في 60، دي بتاخد 10 فرخات. ما نزوّدش بقى عن 10 فرخات، ممكن كمان تقل ل8 أو 9 يبقى حلو جدًا، علشان يبتدوا ينمو يعني بشكل كويس والوزن بتاعهم كده يزيد. دلوقتي أنتم عرفتوا كل أو يعني معظم الأخطاء اللي ممكن تكون حاجات بسيطة أنتم مش واخدين بالكم منها، أو بتتصرّفوا يعني فيها بشيء من الطبيعة شوية، فتلاقي إن هي بوّظت كل حاجة أنتم عملتوها، وهتبتدي تبوّظ معاكم المشروع بتاعكم، أو حتى تربية البيت، وتلاقي كتاكيت عمّالة تموت منكم يوم ورا يوم وإحنا مش فاهمين في إيه. لو اتجنبناها بإذن الله، بإذن الله هتحققوا نجاح كبير في مشروعكم لتربية الفراخ، أو حتى لو أنتم بتربوا للبيت. أي سؤال لو عندكم اكتبوا لي في التعليقات. ما تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان توصلكم كل فيديوهاتنا الجديدة عن تربية الفراخ، وإن شاء الله مشاريعكم كلها وتربيتكم تكون ناجحة. أشوفكم على خير إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.